السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب تانية ثانوي، يا رب دايما تكونوا بخير. بعد ما شرحنا آخر محاضرة في الباب يا بطل، جه دور الحل. نزلنا حل كتاب الامتحان، ودلوقتي يا صديقي بنحل كتاب الوافي. احنا وصلنا لحد الرابطة التناسقية. قبل ما نبدأ أحب أفكرك إن احنا بنحل كتاب الامتحان وكتاب الوافي والتقييمات الأسبوعية، وكمان بننزل شرح المنهج كامل على قناة اليوتيوب. وفي معسكر الباب الأول يلملك كل حاجة مهما كان مستواك. كل اللي عليك تعرف ان انت انهي طالب من الثلاث طلاب اللي احنا محددينهم في تفاصيل المعسكر، وتخش على الكورس المناسب ليك كله مجانا على اليوتيوب. وبعدين باذن الله هتطلع من المعسكر ده لامم كل حاجه ومتمكن من كل حاجه باذن الله يا صديقي. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان القناه تكبر بيكم، وتخش جروب التليجرام عشان بينزل عليه امتحانات واسئله كل يوم يا صديقي، بيبقى عليها جوائز وتكريمات. يلا نبدا ونقول بسم الله. اول سؤال بيقول: هاي الجزيئات الآتية يمكنه تكوين روابط تناسقية؟ هدور على حاجة فيها أزواج إلكترونات حرة، فما عنديش غير الاختيار باقي يا صديقي، ده اللي عنده أزواج إلكترونات حرة. تعال نكمل. ما عدد الروابط في كلوريد الأمونيوم؟ الأمونيوم NH4 كان N معاها 3H برابطة تساهمية قطبية، وواحدة H برابطة تناسقية، وده كله موجب. والكلور أيون الكلور سالب، موجب وسالب، موجب وسالب، رابطة أيونية. يبقى كده عندي 3 أنواع من الروابط: رابطة أيونية، رابطة تساهمية قطبية، رابطة تناسقية. ده لو قال لي أنواع الروابط 3، ولكن بيقول لي عددهم. خلي بالك عشان أنت هتتلخبط. أنا قلت لو مدري أنواع ماشي، لو أنت اتزولت وافتكرتها أنواع 3، هم 3 أنواع، اللي هو هتقول لي الاختيار ألف، هتلاقيها أول حاجة عشان يلخبطك يا صديقي، ولكن هم مش 3. تعالى نشوف هم كام. أنا عندي 3 روابط تساهمية قطبية، وعندي رابطة تناسقية، يبقى كده كام؟ 4 روابط. وعندي رابطة كاملة أيونية، يبقى بقى عندي عدد الروابط هما 5 روابط يا صديقي. كده الإجابة هتكون ج. خلي بالك لو سألني على النوع هقول له 3، ولكن لو قال لي على العدد هقول له 5. خلي بالك عشان ما تلخبطش يا صديقي، عشان الأسئلة دي حرام انت تلخبط فيها. انت ممكن تبقى عارفها بس بسبب انت بس مش مركز تلخبط فيها. هنكمل. ما انواع الروابط في كربونات الامونيوم؟ بص، قال لك انواع الروابط مش عدد الروابط. تعال نشوف بقى. NH4 انا عارف ان هو كان فيه روابط تساهميه قطبيه ورابطه تناسقيه، وده كله ايون موجب. طب CO3، بص يا صديقي، CO3 بترسم كده، C معاها 3 اكسجين برابطه تساهميه قطبيه، وده كله سالب. يبقى انا كده اول نوع عندي روابط تساهميه قطبيه ما بين النيتروجين والهيدروجين والكربون والاكسجين، وكمان روابط تناسقيه ما بين النيتروجين والهيدروجين. كده بقى عندي نوعين. وعندي رابطه ايونيه ما بين الامونيوم كلها والكربونات كلها، فبقى عندي 3 انواع من الروابط. خلي بالك سألني على انواع الروابط مش عدد الروابط. بكده يا صديقي الإجابة هتكون د، اللي هي تساهمية وتأيونية وأيونية وتناسقية. تعال نكمل. تختلف الروابط في NH3 إكوس عن جزيء NH3 غاز في إيه؟ بص يا صديقي، هو يعني ايه غاز او اكوس؟ غاز ده اللي هو في الحالة الغازية عادي جدا. طب اكوس يعني دايب في مية. طب ما خلي بالك الغاز ده هو كل الروابط اللي عنده ماشي روابط تساهمية فقط. ولكن تعالى كده في الاكوس ده. الاكوس ده يا صديقي هتلاقي ان هو NH3 عادي جدا، ولكن ده عنده زوج حر، والمية H فيها H موجب، فيروح عامل رابطة تناسقية مع الاتش الموجب اللي في المية. يبقى تختلف ايه؟ ان NH3 اكوس ده عندها رابطة تناسقية. بس كده الإجابة هتكون ايه يا صديقي؟ وجود رابطة تناسقية وأيونية، ولا رابطة هيدروجينية وتساهمية، ولا أيونية بس ولا تساهمية بس؟ لا، الروابط اللي كانت عند NH3 اكوس كان عندي تساهمية قطبية وهيدروجينية. كده الإجابة هتكون باء. تعال نكمل. أي المركبات التالية تحتوي على الروابط التساهمية والأيونية والتناسقية؟ خلينا نستبعد. C2H4 دي روابط تساهمية بس. طب MgCl2 أيونية بس. N2 تساهمية نقية بس. هيتبقى عندي NH4NO3. ليه؟ انت عارف ان NH4 ده عبارة عن روابط
تساهمية وتناسقية. مش محتاج ان انا اكتبها تاني عشان كتبناها كتير قوي. ولكن NH4 كله موجب، وNO3 سالب. موجب وسالب رابطة أيونية. أي جزيء من الجزيئات الآتية يمكنه تكوين رابطة تناسقية عند اتحادين مع البروتون H. يبقى محتاج على حاجة عندها زوج حر. الكربون اللي هو الإجابة ب مثلا، هتلاقي إن هي كربون أصلا مبقاش عنده أزواج حرة. شوف ده ما عندوش أزواج حرة، جيم ما عندوش أزواج حرة، بينما ASH3 عنده زوج حر. عرفت منين؟ أصلا أنا قلت لك لو تفتكر يمكن استبدال النيتروجين بالفوسفور أو الزرنيخ، فإيه اللي هو فAS أصلا في نفس المجموعة، فبرضه بيسلك نفس السلوك بتاع النيتروجين وعنده زوج حر بيعمل رابطة تناسقية. 43 أي الأزواج الآتية يحتوي كل منهما على روابط تساهمية وتناسقية معا. يعني مين اللي فيهم بين روابط تساهمية وتناسقية معا؟ بص يا صديقي، H3O و BH4 صح، دي قلت لك بحس الشرح، لأن هي HCO ده عبارة عن إيه؟ H2O، و H2O ده عبارة عن روابط تساهمية، ولكن عندي زوج حر بيدي للهيدروجين اللي في الحمض، فبالتالي بيعمل روابط تناسقية. وبي اتش 4 نفس الفكرة بتاعت NH4. 44 في جزيء هيدروكسيد الفوسفينيوم فإن الذرة المانحة بص قال لك BH4OH ده عاملة زي NH4OH. طب ما هو NH4OH اللي هو NH4، فكانت الذرة المانحة نيتروجين. هو أنا قلت لك يمكن استبدال النيتروجين بالفوسفور، يبقى الذرة المانحة هي ذرة الفوسفور يا صديقي، وبكده الإجابة هتكون جيم. تعال نكمل. سؤال 45 بيقول لي في جزيء هيدروكسيد الأرزينيوم فإن المستقبل لزوج الإلكترونات، كان المستقبل اللي هي الذرة المستقبلة كان أيون، الذرة المستقبلة هنا كانت أيون الهيدروجين الموجب عشان بيبقى عندها أوربيتال فاضي. تعال نكمل. عند إذابة الفوسفين في الماء يتكون بين أيون الفوسفونيوم وأيون الهيدروكسيد. بص الفوسفونيوم ده اللي هو BH4 موجب، والهيدروكسيد OH سالب. موجب وسالب يبقى رابطة أيونية، لأن هو جاي بيقول لك بين أيون وأيون. ما اختصار صيغة الجزيء الذي يمكنه تكوين رابطة تناسقية محتوية على الذرة المانحة. المانحة اللي هي بتدي إلكترونات، يعني كده لازم يكون عندها أزواج إلكترونات حرة. تعال شوف ب AX4 هل عنده أزواج إلكترونات حرة؟ لا. د AX3 لا. جيم AX2 لا. مبقاش عندي غير AX2E2 عشان ده يبقى عنده زوجين حرين. إذا نبدأ أن جزيء النشادر يرتبط بجزيء ثالث فلوريد البورون لتكوين جزيء نقط. ما نوع الرابطة متكونة بين ذرة البورون وذرة النيتروجين؟ بص النيتروجين انت عارف ان هو عنده زوج حر، والبورون هو عنده 3 الكترونات بس بعمل معاهم مع الفلور. ولكن انت عارف ان البورون عامل زي الالومنيوم عنده اوربيتال فاضي، يرجع لحصة الشرح، عنده اوربيتال فاضي، فالزوج الحر ده هيروح عامل رابطة تناسقية، فالنيتروجين والبورون هيعملوا مع بعض رابطة تناسقية. ايه المركبات اللي هتحتوي على ذرة مانحة؟ الذرة المانحة لازم يكون عندها ازواج حرة. بص BH3 هي دي اللي عندها زوج حر، بينما BEH2 ما عندهاش، وBF3 ما عندهاش، وLF3 ما عندهاش. 50 اخر سؤال عندنا يختار ان تخفيف حمض الاسيتيك المركز فان الرابطة المتكونة. بص يعني ايه تخفيف؟ يعني احط على الحاجة مية. طب بالراحة، هو مش حمض الاسيتيك ده، حمض الاسيتيك ده يا صديقي عنده OH، يعني هو عنده O وفيها H وهكذا، فأصلا هيبقى فيها أزواج إلكترونات حرة، فيعملوا رابطة تناسقية مع الهيدروجين اللي موجود في المية. ممكن تقول لي طب ما ممكن يعمل رابطة هيدروجينية، هو أوريدي هيعمل رابطة هيدروجينية، بس احنا في السؤال ده بنسأل على الرابطة التناسقية. يبقى الرابطة المتكونة رابطة تناسقية بين الماء وهيدروجين الحمض. ثواني بس نكمل. ايوه هيك الاجابه هتكون الف يا صديقي. كده خلصنا احنا اسئله اخت. تعال نخش على الاسئله المقاليه. استنتج الصيغه الجزيئيه لكل من الاشكال الاوربيتاليه التاليه. بصوا هتلاقي ان الكبريت عامل رابطتين مع حاجه بس كل رابطه احاديه. ده مثلا ممكن يبقى H2S عامل زي H2O، كانت صيغة الجزيئية بتاعته AX2E2 عشان عنده زوجين حرين. دي أول حاجة. تاني حاجة الزاوية 104.5 وزوجين ارتباط وعندي زوجين حرين، ده كان على الرمز AX2E2.
كان بالظبط الميه H2O يا صديقي. هنكمل. ما قيمه الزاويتين 1 و2؟ بص، واحد هتلاقي هنا ان الاكسجين عنده زوجين حرين، يعني على الصيغه AX2E2 يبقى الزاويه 104.5. بينما 2 هتلاقي كل الروابط احاديه مع الكربون، يعني على الرمز صيغه AX4 يبقى الزاويه 109.5. هستنتج عدد كل من الذرات المرتبطة بالذرة المركزية والأزواج الحرة وكذلك ترتيب الأزواج للجزيئات التي لها اختصارات. AX4 ده كان عنده 4 أزواج مرتبطة وما عندوش حر عشان أنا ما عنديش وكان الشكل الفراغي بتاعه رباعي الأوجه. طب ترتيب الأزواج رباعي الأوجه برضو. بينما AX2E ده كان عنده زوج واحد حر و2 ارتباط، كان ترتيب أزواج الإلكترونات مثلث مستوي. طب الشكل الفراغي كان زاوي. كده احنا قلنا كل حاجة. تعال نكمل. حدد نوع الروابط فيه. مركب كربونات الأمونيوم ده احنا لسه قايلينه دلوقتي، كان عنده روابط أيونية وتساهمية وتناسقية. 55. ما الاختصار المعبر عن جزيء NF3 تبع لنظرية تنافر أزواج الإلكترونات؟ وهل يخضع المركب ده للثمانيات ولا لا؟ NF3 ده عبارة عن N معاه 3 فلور وعنده زوج حر، يعني على صيغة AX3E. طب هل يخضع للثمانيات ولا لا؟ شوف حوالينه 2 4 6 8 يبقى يخضع للثمانيات. يتفاعل العنصر اللافلز Y مع المغنيسيوم مكونا مركب Mg3Y2. Mg3Y2 انا كده هستنتج ان Y تكافؤه ثلاثي. معنى كده ان انا ممكن اقول ان الواي ده عندي احتمال ان الواي هو عبارة عن N2 نيتروجين. بالصيغة الكيميائية والشكل الفراغي للجزيء المتكون من ارتباط العنصر Y مع الكلور، هو لو N ماشي لان هو كده تكافؤ ثلاثي هيبقى NCl3 اللي هو YCl3. طب NCl3 ده مش احنا قلنا ينفع استبدل الهيدروجين بالفلور والكلور والبروم واليود؟ هو استبدل 3 هيدروجين ب3 كلور، هيحصل حاجة؟ لا عادي جدا. يبقى الصيغة بتاعته AX3E نفس الصيغة الجزيئية بتاعت NH3. حدد الشكل الفراغي للجزيء الذي تحتوي ذرته المركزية على كل مما يأتي. ماشي. عنده 2 ارتباط و0 حر، الاختصار بتاعه AX2. كان عنده 2 ارتباط و0 حر، وكمان شكله الفراغي خطي. بينما 2 ارتباط و2 حر كان AX2E2 شكله الفراغي زاوي زي المية. حدد الشكل الفراغي للجزيئات التالية مع كتابة الاختصار. BH3 كان عامل زي NH3 اللي هو AX3E، وكان الشكل الفراغي بتاعه هرم ثلاثي القاعدة. بينما SO3 كان بالمنظر ده صديقي، S معاها 3 أكسجين ومعهوش أزواج حرة، يعني AX3 بس. دي بقى الشكل الفراغي بتاعه مثلث مستوي. قارن بين الرابطة التساهمية والتناسقية من حيث منشأ زوج الإلكترونات المكون للرابطة. الرابطة التساهمية كان منشأها من ذرتين، كل ذرة بتشارك بإلكترون، بينما التناسقية منشأها ذرة واحدة بس هي اللي بتدي كل الأزواج بالإلكترونات. رتب كل مما يأتي حسب قيم الزوايا بين الروابط في كل جزيء. بص، CH4 و H2O و NH3 الأعلى في أزواج الحرة هو الأقل في الزاوية. CH4 ما عندوش أزواج حرة فهو الأعلى في الزوايا، بينما NH3 عنده زوج واحد بس، و H2O عنده زوجين فهيكون H2O هو الأعلى في الأزواج الحرة فهيكون الأقل في قيمة الزوايا. SO3 ده كان على الصيغة AX3 الزاوية 120، بينما SiCl4 عامل زي CH4 بالظبط 109.5. طب BH2 كان خطي، كان الزاوية 180، بينما BCl3 كان 107 زي NH3 كده صدق. بص خلينا بقى نشوف الأعلى BH2 دي أعلى حاجة، بعديها على طول SO3، بعديها خلينا نكتبها كده تحتها SiCl4، بعديها BCl3.
كده يا صديقي احنا كده حلينا كتاب الوافي على تدريبات الدرس الثالث بالكامل. ان شاء الله هينزل في نفس اليوم تدريبات الدرس الرابع بالكامل، وكده هنكون خلصنا الباب الاول بالكامل يا صديقي، ونخش على المعسكر بتاعنا نلم كل حاجه ناقصانا ونبقى متمكنين جدا جدا يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ولازم تدخل جروب التليجرام او كوميونتي الواتساب هتلاقيه في الديسكربشن تحت علشان الامتحانات اللي بنعملها كل يوم يا صديقي. كان معكم زيد مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.